السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. بالنسبه للقضيه ديال ميار الببلاوي اللي خلقات جدل ودار ضجه البارح على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي بانت مع الفنانه ريهام سعيد او الاعلاميه ريهام سعيد، وحاولت تكشف بعض الحقائق اللي كانت مخفيه من 23 سنه في قضيه وفاء مكي والخادمات. رجعات دابا ونفات كل شيء. المهم بالنسبه لاول مره غيسمع القصه، فراه غادي نخلي لكم الفيديو في الوصف ديال الهضره اللي قالت البارح والحقائق اللي كشفاتهم. فاليوم خرجت بكلام منافي على الهضره اللي قالت البارح. كيف قلت لكم، كتبت واحد البوست: اللهم لك الحمد، ربنا ظهر الحقيقة من شاهد عيان وكده. انا كنت بأنب ضميري على الفاضي. سؤال: ايه اللي بتعمليه ده يا وفاء؟ انا قلت ان في موقف حصل، لكن كده اتحسمت كفاية بقى. ما لقيتيش حد تدوسي عليه غيري وتمثلي البراءة، وعلشان انا مش بتاجر في الموضوع ورافضة اتهم باني بجري ورا الترند، توت افضل معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز ده. انا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله انه كان ولا هيقدم ولا هيأخر. سؤال: فين دليل براءتك ده؟ انا قلت للناس انه حصل كده فقط، واللي حصل ده ملوش اي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد وبعد ما قريت التحقيقات والتقارير. ايه كنت هبلة في كل مكان تكذبي وانت عارفة انك مش مظلومة، وانا الحمد لله اتأكدت انك مذنبة. وحكم عيني الحقيقة كده لما قولي ما كانوش جايين من عندها وكده المخدماتية كدابة. شاهد العيان ده ريح قلبي. خلاص بقى، وبرافو يا ريهام، هفضل اقولك انك اكبر واصدق اعلامية في مصر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لا وليكي عين تكدبي وتقولي انك بريئة. وقال كمان: مش مسامحاني اخس، بس مش مستغربة غير 2 زميلاتي الاعلاميات. ايه ده؟ ايه كمية الحقد ده؟ لو كنتوا تعبتوا نفسكوا زي ريهام سعيد علشان توصلوا الحقيقة للرأي العام وما تفكروش في الترند، تفكروا في مصداقيتكم كإعلاميات. للأسف ما كنتوش سمحتوا باللي بتعملوا وفاء. أعوذ بالله، تعلموا من ريهام سعيد لأنها هتفضل باحثة عن الحقيقة وإعلامية مهنية زي ما بيقول الكتاب. وكان سيادنا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. وانتوما شنو الرأي ديالكم في تضارب الأقوال ديال ميار الببلاوي؟ فالله يدير شي تاويل ديال الخير. وإلا كانت وفاء مكي فعلا بريئة راه غادي تظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا، والله يدير شي تاويل ديال الخير كيف قلت لكم. وبسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.